السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقات تيك تاك تو كورة. زي ما عودناكم في الموسم السابق إن إحنا بنتكلم على المنافس قبل المباراة وبنحلل المباراة بعد الانتهاء. هتكلم عن نادي الاتحاد طبعا قبل مباراته مع النادي الإسماعيلي، هحلل نادي الاتحاد في مباراته الأولى مع سيراميكا كيلوباترا. هي مباراة جميلة جدا جدا وفيها تفاصيل كتير قوي قوي قوي. في البداية بس لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو على الفيسبوك تعمل فولو واضغط لايك دلوقتي على طول قبل ما نبدا الفيديو. وعشان ما اطولش عليكم قللنا زمن الانترو عشان خاطر الفيديو يبقى فيه تفاصيل الكوره وما يبقاش فيه اي وقت ضايع كتير. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هنبدا بيها ضربه البدايه. ضربه البدايه طبعا كانت في الشوط الاول للنادي الاتحاد، بتتلعب تمريره للخلف وبتتلعب كوره طويله زي ما واضح امامنا. طبعا هو هنا بيعمل زياده عدديه او تحميل عددي في الجانب الايسر. طبعا ممكن يغيروا في مباراه النادي الاسماعيلي ويخليها في الجنب الثاني، ايا كان. فهو بيلعب على ان الكره بتتلعب كوره طويله، والكره الطويله ديت بيكون في زياده عدديه قدام زي ما واضح امامنا. بيكون في حوالي 4 لعيبه للكره الاولى و3 لعيبه واقفين للسكند بول او الكره الثانيه. وطبعا الاتحاد بيمتاز خط هجومه بالسرعات العاليه وخاصه الافريقي مابولولو. كابتن طارق العشري بيعتمد في طريقته على الدفاع الصلب او البلوك، هتلاقي كل اللعيبه تحت الكوره، وبيعتمد في الهجوم على التحولات الهجوميه السريعه واللي هي الكاونتر اتاك. لو لاحظنا هنا في الصوره ديت هتلاقي الكره كانت لسه يعني مستحوذ عليها لاعب الاتحاد السكندري. لما تيجي تركز في كل اللعيبه اللي حوالين الكره هتلاقي كل اللعيبه اخده وضعيه الجري بسرعه عاليه جدا جدا جدا، ودي لحظه الاستحواذ على الكره، يعني مش هنقول بعد ما استحوذ عليها. فده دليل ان هم بيلعبوا على الكاونتر اتاك، ودوت من اول تقريبا 3-4 دقائق ظهر الاسلوب دوت وبينفذوها كويس جدا جدا جدا، لان مابولولو عنده سرعات عاليه جدا والهافين عنده سرعات عاليه، وكل اللعيبه بتنفذ التكتيك ده من اول دقيقه لاخر دقيقه. يعني لو اتفرجنا في اول 3-4 دقائق هنلاقي ان هو بيعتمد على التحولات الهجوميه، وان كل اللعيبه بتعمل زياده عدديه. وطبعا ديت بيظهر لها عيوب هنتكلم فيها بعدين. ولاخر دقيقه في الماتش هتلاقي نفس الاسلوب شغالين عليه. في الموقف الثاني ده هتلاقي المهدي سليمان استحوذ على الكوره ولعب كوره طويله بايده، وهنا برضو بيعتمد على التحولات الهجوميه السريعه والريتم السريع في الوصول للثلث الاخير والانهاء. هتلاقي هنا الكوره اتلعبت كوره طويله بايده، وبعد كده اللاعب قدر ان هو يتدرج بالكوره ويجري بالكوره في المساحه الفاضيه وعمل عرضيه، ولكن العرضيه ما كانتش متقنه، ولكن هنا ظهر نواياه ان هو بيهاجم ازاي. طبعا كل رميات التماس في الثلث الاخير بتتلعب رميات تماس طويله، يعني تعتبر عرضيات داخل ال 18. بيكون في 4 لاعبين داخل ال 18 و3 على خط ال 18 منتظرين السكند بول او الكره الثانيه. ومن الواضح ان كابتن طارق العشري بيعتمد على الكره الثانيه ان هو يلمها وياخدها. فهنا طبعا موقف 3 وفي 2 واقفين عشان خاطر الدفاع الوقائي، بحيث ان لو الكره اتقطعت يبقوا قريبين من الكره ان هو يقدر يعطل الهجمه او يقدر يدافع عن مرماه. طبعا الرميات التماس ديت كانت خطيره جدا، وفي رمي التماس منهم اتلعبت بالهيدرز وكانت جت في العارضه. وطبعا يعني كل رميات التماس ديت بتكون اكنها يعني كرات ثابته، وده اهم ما يميز نادي الاتحاد ان هو بيهتم بالكرات الثابته وعنده خطوره كبيره جدا من الكرات الثابته او من رميات التماس. فبينفذها كويس وبيعمل زياده عدديه، وبيقدر ان هو يعمل دفاع وقائي ان هو الكره معاه ولكن موقف اللعيبه توقيفه صح او متمركزين في الاماكن صح، بحيث ان لو الكره اتقطعت او قدر انه يسيطر عليها المنافس يقدر هو يعني يرتد بسرعه عاليه. وده برضو ما يميز فريق الاتحاد ان هو بيرتد بسرعه عاليه جدا جدا جدا. وفي بعض الثغرات اللي وضحت اثناء هجومهم، ولكن بيعوض الثغرات ديت ان هو بيرتد بسرعه عاليه، وهوضح الكلام ده بالصور دلوقتي. في التحول الدفاعي لحظه فقدان الكوره اللعيبه بتضغط بكثافه عدديه، يعني حامل الكوره ممكن تلاقي ضغط عليه لاعب او 2 أو 3، يعني ممكن يوصل كمان ل4 لعيبه. الميزه هنا مش في الضغط العالي ده بس، الميزه ان كل لعيب عارف ينفذ الضغط ازاي. يعني ممكن تلاقي لعيب ساب اللعيب اللي هو ماسكه وجاي يضغط على حامل الكرة ولكن قافل زاويه التمرير زي ما واضح امامنا،
بيبقى الضغط بكثافه عدديه كبيره، وبيضطرك ان انت يا تلعب كره طويله ومش هتستحوذ عليها، يا تغلط وهو يستحوذ على الكوره. موقف تاني برضو ظهر في التلت الهجومي الاخير لحظه فقدان الكوره، ضغط عالي بكثافه عدديه وحامل الكوره ما بيعرفش يتصرف وبيتقفل عليه كل الحلول وبيتقفل زوايا التمرير، فبيضطر ان هو يا يغلط يا يلعب تمريره غلط. طبعا الضغط العالي اللي بيتنفذ ده زي ما هو ليه مميزات ليه عيوب. ان انت لو قدرت يعني تعدي الخط الاولاني اللي هو بيضغط باكتر من لاعب عن طريق تمريره او عن طريق مراوغه صحيحه، هتلاقي نفسك كسرت خط كبير. الخط ده بيتكون من اكتر من لعيب، تقدر ان انت تهدد مرمى النادي الاتحاد لان هو بيضغط بكثافه عدديه. في الحاله ديت ان انت بتمريره واحده تقدر يعني تكسر الخط ده، بيتكون من 3 4 لعيبه وممكن يوصل ل5، وده حصل بالفعل. واتلعبت تمريره في المساحه للاعب ده وقدر ان هو يهدد المرمى، ولكن التمريره ديت كانت اوفسايد. بس احنا بنتكلم ان انت من ضمن المميزات اللي عنده تقدر تستغلها وتقدر تلعب عليها وتاخد عيوب اللي هو بيقدمه كميزه ليه. ان انت لو كسرت الخط ده هتلاقي في زياده عدديه ليك في الخط الخلفي، وطبعا نقص عددي عنده. يعني ممكن تلاقي موقف 1 على 1 او 2 على 2، وفي موقف تاني هعرضه برضه نفس الموقف حصل. ده الموقف التاني قدر ان هو يكسر خط الضغط ولعب تمريره والتانيه، وكان طبعا يعني في زياده عدديه لسيراميكا كليوباترا، ولكن ما استغلش الزياده العدديه دي. هنا في الثلث الاخير برضه نفس الموقف، كانت رمي التماس لنادي سيراميكا، المراقبه اللصيقه والضغط العالي، ومفيش اي متنفس غير ان انت تلعب كره طويله، والكره الطويله بيتمركز في الاماكن المظبوطه بحيث ان هو يقدر يسيطر عليها، وبتفقد الكوره بكل سهوله وما بتعرفش تخرج بالكوره. اما بقى في الثلث الاول الدفاعي بينفذ نفس الضغط العالي على حامل الكوره باكتر من لعيب، وطبعا دي مشكله. يعني على قد ما هي ميزه على قد ما هي مشكله. لو انت قدرت ان انت تاخد قرار بدري قبل ما ينفذ الضغط وقبل ما يغلق زوايا التمرير بتمريره واحده ليك، هتقدر تكسر الخط ده. يعني هنا في الصوره اللي امامنا 5 لاعبين من نادي الاتحاد على حامل الكرة. طبعا لو اتصرف فيها او اخذ القرار بدري شويه هيكسر الخط ده مكون من 5 لعيبه، فطبعا هيبقى فيه زياده عدديه للمنافس. اما بقى في التنظيم الدفاعي فهو بيقلل المساحات وبيشتغل بخط دفاع متوسط، ولا هو مرتفع ولا هو منخفض عشان ما يزودش المساحات، او ان هو يكون مرتفع فيبقى فيه مساحات في ظهره. فهو خط دفاع متوسط وبيهاجم من نص الملعب، او بيدافع يعني بيبتدي الدفاع من نص الملعب وعن طريق توجيه اللعب وهو بيتحرك مع اللاعبين. في الصوره الثانيه هنا هنلاقي ان لاعبي منتصف الملعب بيشاور على اللعيب اللي اتحرك. يعني من الواضح ان نص الملعب بيشتغل زونال او بيشتغل على المنطقه اللي هو فيها، يعني في تعليمات ان هو ما يتسحبش مع المنافس ويفضي نص الملعب. فهتلاقي اللعيبه واقفه وبتسلم اللعيب اللي بيسيبها بحيث ان هي تفضل بتدافع عن المنطقه وما يفضيش نص الملعب. وطبعا المساحات باين جدا في الصوره الثالثه ضيقه جدا بين الخطوط ومن الصعب اختراقها. يعني الموضوع مش هيكون سهل جدا ان انت تقدر تسجل في نادي الاتحاد. هنيجي بقى للثغرات او الاماكن اللي انت ممكن تخترق منها، او ان انت ازاي تقدر تهدد مرمى نادي الاتحاد. بس ما تنساش تعمل لايك وانت بتتفرج على الفيديو، ولو انت اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. هنيجي للصوره هنا ان ده كان تحول هجومي لسيراميكا كليوباترا. قدر ان هو محمد بسام يمسك الكوره ولعب كوره طوليه سريعه جدا، وقدر ان هو يوصل للثلث الاخير من خلال التمريره بتاعته. طبعا كان هنا 2 على 2، ويعني لاعب سيراميكا كليوباترا قدر ان هو يسيطر على الكوره. ولكن ما يميز نادي الاتحاد لو بصيت في الصوره الثالثه هتتفاجئ من كم اللعيبه اللي رجعت وقدرت ان هي تدافع عن الكوره وتستخلص الكوره. يعني رغم ان كان في زياده عدديه لسيراميكا كليوباترا الا ان لعيبه الاتحاد السكندري بترتد ارتداد سريع جدا في الدفاع وفي الهجوم، طبعا بتتحول بطريقه سريعه. فده يميز النادي الاتحاد ان هو برضه بيرتد بطريقه سريعه. فلو انت ما قدرتش ان انت تهاجمه بسرعه عاليه والريتم يكون سريع وتستغل الثغرات اللي موجوده، طبعا لو اتاخرت ثانيه او 2 هتلاقي كل لاعبي الاتحاد ورا الكوره وبيدافع عنها. هنيجي برضو من الثغرات او النقط اللي انت ممكن تستغلها. نادي الاتحاد اثناء الدفاع بيضيق المساحات قوي، اذا كانت مساحات طوليه او عرضيه.
فطبعا لما بيقفل المساحات العرضيه، سيراميكا كليوباترا كان بيعتمد ان هو بيفتح الملعب شويه بالنسبه للهافين او الوينجين. فهتلاقي ان سيراميكا كليوباترا اثناء يعني الحيازه، او هنقول اثناء فقدان الكره للاتحاد، بيكون قافل الملعب شويه، ولكن بيكون في من السهل ان انت تعمل سويتش للملعب او تعمل عكسيه، فهيكون يعني الموقف يعني فيه افضليه للمنافس. يعني لو انت لعبت الكوره للوينج واتحركت بسرعه عاليه، تقدر ان انت تهدد المرمى، وهيكون في افضليه عدديه ليك، فتقدر تستغل المساحات ديت. وظهرت طبعا في اكتر من موقف ان اثناء الدفاع بيكون مركز جدا جدا ان هو يقفل الملعب عرضي وطولي، وبيسيب اللعيب اللي على الطرف. لو اللعيب اللي على الوينج ده سريع، او اللي على الجناح ده لعيب سريع، تقدر تستغل ده ان انت تعمل عكسيات كتير، ويقدر يخترق من خلال 1 على 1، وتقدر تهدد مرمى الاتحاد. في النهايه طبعا ان شاء الله النادي الاسماعيلي يقدر يحقق الفوز الاول ليه، وتكون بدايه خير ان شاء الله في مباراه الاتحاد. وانا متوقع ان كابتن ايهاب جلال طبعا ان شاء الله يعني هيقدر يعمل كده، ونقدر نستغل العناصر الشابه والخبرات. واتمنى ان يكون الموضوع فيه يعني روح شويه، لان يعني جمهور النادي الاسماعيلي عايز يفرح، ويعني ان شاء الله هتفرحونا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو عندك تعليق او انت شايف حاجه غير كده ممكن تقدر تفيدني بيها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.